في كتاب جامع الأخبار قيل للإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله؟ فقال عليه السلام: اسمع، أصبحت مطلوبا بأمان الله تعالى، يعني كل إحنا بأمان الله سبحانه وتعالى، برعاية الله سبحانه وتعالى. يطلبني بالفرائض، الله سبحانه وتعالى يطلبنا بالواجبات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة، نعمل بالسنة، مو فقط أنه نحترف بها بالألسن، وإنما بالعمل. يكون الإنسان يعمل، يعني يعمل بالواقع، يعمل بالواقع. والعيال بالقوت، إنسان عياله ايش يردون منه؟ يردون من عنده قوت، يردون من عنده تربية، يردون من عنده موقف. والنفس بالشهوة، دائما الشوف النفس الإنسانية تميل إلى الشهوات. مرات الشهوات تكون محللة، مرات لا، الشهوة تكون محرمة. والشيطان بالمعصية، الشيطان دائما يأمرك بمن؟ بالمعصية. ثم الشيطان هو مو فقط الشيطان اللي عصى الله سبحانه وتعالى، مرات الإنسان نفسه تكون شيطانية. إذا الإنسان يميل للشهوة ويميل للغضب فيصبح شيطان. الإنسان إذا يسرق بالميزان يصبح شيطان، إذا يغش الناس يصبح شيطان، إذا يتكبر، إذا يظلم الناس، هذا يصبح شيطان. ليش يقول شياطين الإنس والجن؟ يعني قدم شياطين الإنس على الجن. بعد والحافظان، يعني رقيب وعتيد، الملكان بصدق العمل. يكون عملك هذا تأدي صلاتك، عبادتك، أنه شنو تكون بها صادق. وملك الموت عزرائيل عليه السلام والروح، الله موكله بقبض الروح. والقبر بالجسد، يعني شوف بيت الإنسان الحقيقي هو القبر. يكون أنه أنت شنو بهالدنيا هاي، هذا بيتك الحقيقي الأبدي السرمدي. أنه شنو؟ أنه البيت شو يخلون به البيت؟ أنه يأسسوه. فقبرك أنه تأسس بمن؟ تأسس بالعمل الصالح والتمسك بأهل البيت عليهم السلام، وبالخصوص الإمام الحسين وأمير المؤمنين عليهم السلام، لأن هم ذولا. وخاصة عملك هو يكون صاحبك في القبر، والقبر بالجسد. فأنا بين هذه الخصال مطلوب. صبحكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.